من ساعة الحادثة بتاعة التجمع رجل الأعمال، وأنا شايفة الكلام كله مصر فيها عنف ضد المرأة. لا يا جماعة، والله هو العالم كله فيه عنف ضد المرأة. يعني رجالة العالم صراحة ايديهم تتلف في حرير، من أمريكا اللي معروف العنف فيها ضد المرأة، للهند اللي تصنف من أوائل الدول في العنف ضد المرأة. وطبعا في دول فوقينا وجنبينا وتحتينا، وده لسه تركيا عايزة أقول لكم إن هم موقفين مسلسلات فيها عنف ضد المرأة بسبب ان العنف زاد جدا الفترة الأخيرة، في حوادث فظيعة حصلت في تركيا، ففي مسلسلات وقفت عشان كان فيها عنف ضد المرأة. فبلاش نخص بلد معينة، لان احنا كده سيبنا المشكلة الكبيرة ومسكنا في البلد عشان احنا عايزين نعمل سبوت على البلد. فالقصة مش في مصر، ومش بدافع، ما بقولش ان رجالة مصر كيوت، بس رجالة العالم مش كيوت. احنا الرجالة كلهم خلاص في مشكله. وطبعا مش بعمم، لان طبعا في رجاله محترمه متربين كويس جدا راقيين اخلاقهم عاليه، يعني الموضوع ما فيهوش اي نسبه تعميم، ولكن بنتكلم على الحوادث اللي بتبقى ظاهره وحصلت. فايه حلها؟ اول حاجه محتاجين تربي كويس، تجيب ابنها تقول له من هو طفل ايدك ما تترفعش على بنت، ما يبقاش اختك موجوده وترفع ايدك عليها. لو انت خليتيه ضرب اخته هيضرب مراته، هيضرب صاحبته، هيضرب زميلته في الشغل، في خناقه هيتعصب هيضربها، عشان الباشا عصبي. ومعلش اصلني عصبي، بس هو قلبه طيب، بس ما بيعرفش يعمل كنترول على اعصابه. ارجوكوا ربوا عيالكوا الولاد، الاب يمسك ابنه. انت مش راجل لو ايدك اترفعت على بنت، البنت دي مخلوق ضعيف، اوعى تمد ايدك عليها. واحنا صغيرين اما كنا في المدرسه، كان في مدرس بيدخل من كتر ما بنحبه ونحترمه من غير عصايه ومن غير اي حاجه، كنا بنقعد بقنا ما يتفتحش من كتر ان احنا بنحترمه. في مدرس كان بيدخل بخرزانه بنبقى خايفين منه، بس عمرنا ما احترمناه ونشوفه تافه، لان الراجل اللي بيمد ايده عمره ما كان قوي، بالعكس هو انسان ضعيف وشايف ان مد ايده ده هو اللي هيديله القوه. لكن لو هو انسان قوي من جواه هو مش هيمد ايده، لان هو عارف كويس هو قوي قد ايه. فالقوه عمرها ما كانت بمد الايد. احنا محتاجين نطلع جيل كويس، مش عايزين جيل عربجيه. حاولوا يا جماعه تربوا عيالكم، كل اب وكل ام ربوا ولادكم، وقولوا لهم بلاش عنف ضد المراه، مش عايزينها.